الفيديو دوت انا لا محضر له سكريبت ولا عامل له مونتاج قوي ولا اي حاجه. انا جاي بس كده اشارك معاك تجربتي واشارك معاك الخلاصه، وكمان عشان خاطر في كذا واحد يعني سألني وكان حابب يشارك التجربة. فالفيديو دوت كده تقدر تجيب كوباية قهوة وتقعد تسمعه بروقان، لان انا يعتبر زي ما تقول كده هحكي قصة او يكاد ما تسميها قصة حياتي. يلا بينا نبدأ. بص يا صاحبي، والله الحكاية بدأت معايا من أول أولى إعدادي كده، أو تقدر تقول من أول ما خلصت المرحلة الابتدائية. من أول ما خلصت المرحلة الابتدائية وأنا أصلا ما كنتش شايل جهاز محمول حتى. يعني بدأت فعلا والحمد لله ربنا كرمني وجبت جهاز محمول، وكان أول جهاز محمول أشيله في حياتي يعني. فكان عندي شغف جدا عامة بالتكنولوجيا، يعني هو عموما أنا كان عندي شغف بالتكنولوجيا. فجبت لنفسي اول جهاز محمول واتكلت على الله يعني، وما خليتش اي حد خالص يفهمني في اي حاجه. اللي هو انا مسكت جهاز التليفون قلت انا هعرف اعمل كل حاجه بنفسي. ما تقولش بقى انا جبت عبقريه زياده من عندي، لا هو انا قلت هعرف اعمل كل حاجه بنفسي. فقمت جايبه وحرفيا فعلا بدات احاول اعمل كل حاجه بنفسي، واغلط واخرب فيه وارجع اصلح اللي عملته تاني، واجرب مرة وافشل تاني، اجرب المرة التانية وافشل تاني، لحد ما ظبطت معايا واخش على اعدادات وافحر هنا وافحر هنا، والكل يقول لي هتبوظه معرفش ايه. بس انا برضو حابب التفحير وحابب جو المغامرة في التكنولوجيا دوت. وقفت قدامي مشكلة اخش اجيب فيديو واخش واعرف الحل. لو حرفيا انا ما كنتش بوقف، لازم اعرف حل المشكلة ديت واحلها. فقعدت بقى اولى اعدادي كده على الكلام دوت، لحد بعد كده ننتقل للصف الثاني الاعدادي. جيت بقى مرحلة تانية اعدادي ديت، بدأت بقى اسمع عن كلمة اسمها برمجة، ولقيت لك ناس كتير جدا تقول لك يا عم دي بتجيب فلوس، لا معرفش ايه. فانا حبيت اسأل بقى واستفسر في الموضوع، ايه هو موضوع البرمجة وازاي هتجيب لي فلوس اصلا وايه الكلام دوت. فقلت يا عم ما تيجي كده نشوف هما بيتكلموا عن ايه. فدخلت على النت ولقيت لك ان موضوع البرمجة دوت عبارة ان انت تقعد على كمبيوتر ومعرفش ايه. فانا اصلا كده كده كنت حابب الموضوع جدا يعني، وبحب اقعد على كمبيوتر وبحب التكنولوجيا. كنت بفكر ان قلت دول هما بيقعدوا يلعبوا يا عم، هما يقعدوا يلعبوا وياخدوا كمان فلوس. بس حرفيا انا بقولك لما دخلت المجال ما انصحكش يعني ان انت تخش المجال يعني بعد اللي انا شفته يعني ماشي. فيلا بنكمل، يلا نكمل. فجيت بقى وكملت عادي الحمد لله. فكانت واقفة عليا على جهاز الكمبيوتر اللي هو انت هتتعلم ازاي او هتعمل ايه. فحرفيا بقى بدأت أقرأ جامد عن المجالات، يعني اللي هو ايه فعلا بدأت وقرأت جامد عن المجالات، وكنت بحمل تطبيقات وكنت بحاول اتعلم لغات وكنت بحاول اتعلم اساسيات بقى واساسيات كمبيوتر ومعرفش ايه. وبدأت اتعمق جدا يعني، وبدأت اخش وسمعت ناس كتير جدا زي الباشمهندس غريب الشيخ بدأت اتعرف عليهم، والباشمهندس اسامة الزيرو، والباشمهندس علي شاهين، واسلام كوتزيلا. وبدأت اتعرف يعني وانطلقت شوية في المجال وبدأت اتعرف، وعرفت ان انت ممكن تتعلمها عادي من على الموبايل. فقمت محمل شوية تطبيقات وقلت اقعد اجرب اعمل شوية اكواد بنفسي واشوف الموضوع فيه ايه. فلقيت بصراحة الدنيا ماشية معايا يعني، والدنيا في اللذيذ. بس اكتر ما انا كنت مثلا بطبق بكود او بطبق بمعلومة علشان خاطر اكون شارح لك يعني كل حاجة بالتفاصيل، لان انا عارف ان انتوا بتحبوا ادق التفاصيل يعني. فكنت ببحث اكتر ما انا بتعلم، يعني اللي هو إيه الشهادة مهمة في البرمجة، إيه مشاريع، عمال اسمع نصايح. يعني عايز اقول لك لو انا يعني ذاكرت درس لازم اقعد اسمع عليه نصايح ولا 20 مرة، واسمع واتجنب دوت ويتجنب دوت. لذلك بحيث ان انا اصلا لما بدأت اخش واتقل في المجال فخلاص مش محتاج اي نصايح من حد، انا خلاص عارف نصايح نفسي. فحبيت بقى ان انا مثلا اشارك النصايح ديت معاكم. فاللي هو حرفيا انا خلاص جمعت كل النصايح دخلتها دماغي، خدتش حبة من هنا على حبة من هنا على حبة من هنا، فجمعت كل النصايح. واللي هو حرفيا ما كانش ناقصني ولا نصيحة يعني، كل النصايح حرفيا كانت معايا. فجيت بقى لما خلصت تانية اعدادي كده قمت داخل تالتة اعدادي. فكان بصراحة معايا كم معلومات رهيب جدا يعني فوق ما انت ما تتخيل. الواحد ما شاء الله كان مجمع شوية معلومات كويسين. بس بعد كده تالتة اعدادي طبعا فضل الموضوع، لان طبعا تالتة اعدادي الاغلبية عارفين تالتة اعدادي عايزة مجموع، وانا كنت بصراحة حاطط لنفسي هدف ثانوية عامة. فجيت بقى قلت لا خلاص انا هركز في الاعدادي، ومشيت في الاعدادي. وبصراحة مسحت حاجة اسمها برمجة ديت من نهائي، مسحتها اصلا من قاموس دماغي يعني. حتى الموبايل قمت ماسكه مديه لوالدي ومبقتش امسك موبايل حرفيا، يعني اللي هو ايه المذاكرة وبس يعني مفيش اي حاجة تانية.
فقمت مكمل والحمد لله خلصت تالتة اعدادي على خير. وسبحان الله يعني زي ما تقول كده وقفت معايا في ثانوية عامة على درجتين او تلات درجات، وقفت معايا في ثانوية عامة على 3 درجات. والسنة دي ما شاء الله نازلة بال10 درجات وبال15 درجة يعني. بس سبحان الله يعني هو نصيب، رغم ان الواحد اجتهد وعمل اللي عليه، بس هو كان نصيب يعني. فانا ما زعلتش خالص يعني والحمد لله. وقلت الحمد لله اكيد ربنا هيعوضها لي في اي سنة دراسية تانية. بس الحمد لله يعني الله يكرم والدي، دخلت خدمات ووقفت معايا على درجتين، يعني يعتبر اكنك اشتريت انت ال3 درجات دول بفلوس يعني. بس الحمد لله دخلت وربنا كرمني. بعد كده بقى بدأت اخش تاني عالم البرمجة، لان طبعا زي ما انت عارف ان انا شغوف جدا بالمجال، فقمت داخل تاني المجال وقمت مكمل وقمت مراجع اللي نسيته ومعرفش ايه والكلام دوت، وبقيت اطبق على اللي انا باخده من تاني. فاللي هو حرفيا جمعت تاني لوحة المعلومات بتاعتي وكل الحاجات اللي انا متعلمها، وكنت متعلم زي تقول كده لغة بايثون كنت متعلمها حرفيا كلها. وكلها على فكرة من على الموبايل اللي في ايدك، عشان خاطر في ناس كتير جدا بتتحجج معرفش ايه لابتوب. لا هو حرفيا انا كنت بتعلمها من على الموبايل. فعشان خاطري ابدأ بأي حاجة معاك وما تستناش الامكانيات المناسبة. انا بحكي لك التجربة يمكن انت تستفاد منها او تعمل منها اي حاجة. فجيت بقى قمت شاري بقى اول لابتوب في حياتي، وبدأت بقى حرفيا الحاجات بقى اللي انا كنت عايزها بقى اللي هو مشاريع بقى. قعدت بقى بال12 ساعة حرفيا يعني عمال اذاكر واطبق مشاريع. وكنت بذاكر اصلا حرفيا كنت بذاكر سكيورتي بعد ما خلصت اساسيات، لان هو المجال انا بحبه جدا، مش عشان خاطر ان انت بتقعد تضرب اي حاجه على الكيبورد، لا بس هو حرفيا المجال اللي بحبه جدا. كنت بخش وباخد دورات اختراق وكنت بشارك في مبادرات، وكنت بخش واتعلم الثغرات واخش اطبق بايدي على مواقع، واخش في اساسيات شبكات وشهادات زي شهاده CCNA. بس اكتشفت في الاخر اصلا ان هو كل دوت ما يشغلكش باي نكله حرفيا يعني، كل دوت ما يشغلكش. لحد ما بدأت حسيت فعلا ان انا فعلا مؤهل لسوق العمل بقى. وقلت خلاص، ومؤهل لسوق العمل ده تقدر تقولها لحد قبلها بشهر او بشهرين. فقلت خلاص عايزين نقدم بقى ومعرفش ايه. فقلت لا انا لازم الواحد يركز في الدراسة، ومش هينفع كده، لازم ان انت تركز في الدراسة. فقلت الواحد لو روح قدم في شركة هتتفرغ للشغل ولا هتتفرغ للدراسة. فقلت خلاص انا عندي حل، انا ممكن ابدا صناعه محتوى. وفعلا بصراحه لقيت ناس كتير جدا على النت اللي انا كنت بتابعهم عاملينها وما شاء الله يعني ناجحين فيها. فقلت يا عم انت عندك خبره كويسه وكنت بتذاكر المجال بقالك كتير ومجمع نصايح كتير ومجمع معلومات كتير، ممكن تشاركها مع غيرك المبتدئ اللي هو لسه داخل، ومنها انت بتطور من نفسك وانت ماشي. ودي حاجه اصلا هتجبرك ان انت كده كده تطور من نفسك. وقلت حاجه ممكن اعملها عادي في الدراسه. فتوكلت على الله في شهر 6. من تاريخ الفيديو اللي أنا بكلمك في شهر 8. بدأت الحمد لله في شهر 6 اللي فات، وقلت أشارك المعلومات، وقلت إن الواحد ما يفكرش في شغل أنا لما يخلص ثانوية عامة يعني. وطبعا الواحد هدفه، عشان خاطر برضه في ناس بتسألني أكيد طبعا عايز أخش حسابات ومعلومات، ما أنا مش هقعد أذاكر كل دوت وفي الآخر أخش أي كلية تانية. بس برضه كلها يعني نصيب وأقدار، الواحد هيعمل اللي عليه برضه، كل ربنا عايزه هو اللي هيكون. بس هو حلاوة المجال ان هو زي ما انا قلت لك قبل كده، المجال مش مرتبط بالشهادة خالص، تقدر تخش من غير شهادة يعني. فما يشغلكش يا صاحبي، خش ودوس وذاكر. انا كده يعتبر شرحت لك التجربة كاملة يعني، اللي هو بأدق التفاصيل من اول خدتك من اول ما انا كانت سني حوالي 13 سنة لحد ما انا بكلمك دلوقتي كده 17 سنة. فدي كده كانت تجربتي كاملة. لو انت استفدت بأي حاجة قولي. شايف ان هو في سلبيات انت المفروض كنت تتجنبها او انا اتجنبها، تجنبها انت وامشي في الطريق الصح. بس اللي هو كل اللي انت ممكن تستفيده من الفيديو دوت اللي هو حرفيا ان انت تبدأ من دلوقتي وما تستناش الامكانيات المناسبة. فزي ما انا بقولك كده ابدأ من دلوقتي واستنى ان شاء الله باذن الله كورسات. وما تنساش بقى تتابعني وتضغط اشتراك في القناة كده وتديني لايك لو استفدت يا عم. يلا والسلام عليكم.